السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله معانا الجزء الثاني من الأعداد المركبة بعنوان عددان مركبان مترافقان. لما كان بيجي لنا في الإعدادي جذر 2 ناقص جذر 3، بيجي يقول لك هات المرافق للعدد ده، فكنت بتقول جذر 2 زائد جذر 3، بنغير إشارة الأوسط، أو كنا بنقول سالب جذر 2 سالب جذر 3، وكنا بنسيب الإشارة زي ما هي لكن بغير إشارة الجزء الأولاني. اتفقنا إن المركب عبارة عن عدد حقيقي زائد أو ناقص عدد تخيلي. لما أجيب مرافق عدد مركب أغير إشارة التخيلي فقط، يعني الحقيقي بيفضل زي ما هو، ما بجيش ناحيته خالص. فلو جه قال لي مثلا انا عندي هنا 3 زائد 5 ت سالب 2 ت جذر 2 مثلا، وجه قال لي هات مرافق كل واحد فيهم، يا مستر ده عدد مركب حقيقي وتخيلي، هيبقى 3 ناقص 5 ت، لان اتفقنا ان العدد المرافق للمركب بغير اشاره التخيلي فقط. طيب هنا مستر عدد مركب بس الحقيقي بصفر، فانا هغير التخيلي، ده هيبقى 2 ت. ده عدد حقيقي التخيلي بصفر، فهسيب الحقيقي زي ما هو لان مش هقدر اغير اشاره الجزء التخيلي. ده كده عشان اجيب مرافق العدد، واحنا اتفقنا المره اللي فاتت ان اي عدد تخيلي هو عدد مركب الجزء الحقيقي بصفر، واي عدد حقيقي هو عدد مركب الجزء التخيلي بصفر. طيب تعالى كده نتكلم شويه عن العددان المترافقان دول. لو انا دلوقتي عندي العدد الاصلي س زائد ص ت، يبقى المرافق بتاعي س ناقص ص ت. طيب لو جينا قلنا تعالى يلا نجمعهم، لما اجي اجمع هنجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، فهلاقي س وس يدينا 2 س. ص ت وسالب ص ت الاتنين راحوا مع بعض، يبقى لما اجي اجمع عددان مركبان مترافقان الناتج بيكون حقيقي. عند جمع عددان مركبان مترافقان الناتج بيكون عدد حقيقي. طب تعالى كده نطرح س زائد ص ت ناقص س ناقص ص ت، هلاقي ان س ناقص س راحوا مع بعض. ص ت سالب سالب بقت موجب، فهيديني هنا 2 ص ت. الله، يبقى كده الناتج اللي طالع عدد تخيلي، يبقى عند الجمع حقيقي، عند الطرح تخيلي. طب تعالى كده نشوف الضرب. لو جيت تبص على المسألتين السؤال اللي قدامك في حالة الضرب هتحس انه عامل زي تحليل فرق ما بين مربعين. فكنا بنربع الاول يبقى س تربيع ناقص مربع التاني ص تربيع ت تربيع، واتفقنا ان ت تربيع قيمتها بسالب واحد، سالب في سالب بقت موجب، يبقى بقت المسألة س تربيع زائد ص تربيع، ما عادش فيه ت، يبقى برضو الناتج اللي طالع عدد حقيقي. يبقى عند الجمع الناتج حقيقي، عند الطرح الناتج تخيلي، عند الضرب العدد هيطلع حقيقي. طب عند القسمة بقى يا مستر، في القسمة دي بتبقى حالة تانية خالص بنستخدم فيها الضرب في المرافق زي ما كنا بنستخدم في الإعداد. طب بنيجي ازاي؟ تعال نشوف التمارين بتاعتنا. اول حاجه هنا بيقول لي اوجد ناتج كل مما ياتي في ابسط صوره. 1 زائد ت الكل اس 4. طيب احنا الاول هاجي افكرك بمثلا س اس 2 الكل اس 3، كانت المساله دي عباره عن س اس 6،
أس الأس بنضربهم. طيب نفس الكلام احنا هنعمله هنا، ان انت ما عندكش غير فك القوس التربيعي اللي هو مربع اول مربع تاني 2 في الاول في التاني يدينا الحد الوسطاني. فلو جيت 1 زائد 4 1 زائد اسف الكل اس 4، دي كان اصلها ايه؟ دي كان اصلها 1 زائد ت الكل اس 2 مرفوع لاس 2 كمان. طب تعالى يلا نفك القوس ده. مربع الاول 1 زائد إشارة الحد الأوسط الأول في التاني في 2 يبقى 2 ت. مربع الأخير ت تربيع الكل ده مرفوع ل 2. الت تربيع قيمتها أصلا بسالب 1 وعندي هنا 1 فالاتنين راحوا مع بعض، يتفضل 2 ت الكل تربيع اللي هو القوس الأصلي اللي هو لبره خالص. الاتنين مربعها 4 والت هيبقى ت تربيع. طب ما يا مستر الت تربيع تاني قيمتها بسالب 1، يبقى سالب 1 في 4 يدينا سالب 4. ده كده السؤال الأول. طب بص كده على السؤال التاني عشان هنستنتج قاعدة دلوقتي. 16 عادي يا مستر، هيبقى 1 ناقص ت الكل أس 2 الكل ده مرفوع له أس 8. 2 في 8 ب 16. نعمل زي اللي فوق، هيبقى برضو 1 ناقص بس هيبقى ناقص 2 ت زائد ت تربيع الكل أس 8. الت تربيع راحت مع الواحد لأن الت قيمتها بسالب 1. هلاحظ إن الناتج بقى سالب 2 ت الكل أس 8. طيب إيه بقى القاعدة اللي هنستنتجها دلوقتي؟ بص كده بس معايا الأول. التمانية عدد زوجي فهتطير السالب فبقت المسألة 2 أس 8 في ت أس 8. التمانية بتبقى الاسم على الأربعة يبقى دي كده قيمتها بواحد، يبقى الناتج عندي هنا 2 أس 8. طب ال 2 أس 8 دي بكام يا مستر؟ أنا مش حافظها، هقول له تعالى هاتيه على الآلة الحاسبة وتقول 2 أس 8 مهما كان الرقم اللي قبالك والتك يساوي، هيبقى عندي هنا 256. عشان ما تقولش أنا هسيبها كده حاجة من الاتنين في الاختيارات هتكون الناتج ب 2 أس 8 بس، او مديك الناتج بتاعها اللي هو 256. طب ايه يا مستر القاعده اللي انت استنتجتها هنا؟ بص كده معايا. لما كانت 1 زائد ت الكل تربيع الناتج هنا اختصر ل 2 ت، ولما كان 1 ناقص ت الكل تربيع الناتج هنا سالب 2 ت. طب ما كده اي مساله لما يجي لي 1 زائد او ناقص ت الكل تربيع الناتج هتكون حسب إشارة الأوسط موجب أو سالب 2 ت بدل الخطوات دي كلها، وارفع الأس مباشرة هنا سواء كان 8 أو كان 2 هنا. نسيت القاعدة ديت وحبيت إنك تفكه مربع أول مربع تاني 2 في الأول في التاني يدينا الحد الوسطاني ما فيهاش أي مشكلة. طيب تعالى كده بص على السؤال الثالث. 3 ناقص 2 ت مضروب في القوس ده. طب ما اجي الاول ابسط القوس الكبير. الت اس 5 احنا واخدينها انها ت، والت اس 6 عدد زوجي لكن لا يقبل القسمة على الاربعة، يبقى الناتج هنا بتاعها سالب 1. يبقى القوس الاول 3 ناقص 2 ت مفيش مشكلة. 7 زائد هنا بقى 2 ت سالب 1 في 4 يبقى سالب 4. لسه المسألة مبسطها. 7 ناقص 4 يبقى 3 زائد 2 ت بقى عددين زي تحليل فرق ما بين مربعين. عددين اهو مترافقان مركبان مترافقان. خلي بالك معايا في الضرب لما هنيجي نرجع لها كانت المسألة بص كده في الضرب كان الناتج عامل ازاي؟ س تربيع زائد ص تربيع. طب تعالى كده نطبقها هنا. س تربيع اللي هي التلاتة تعالى نربعها بقى 9 زائد ص تربيع اللي هي سالب 2 لما اجي اربعها بقت موجب 4، يبقى 9 و4 يدينا 13. طب واحد نسى القاعدة دي هنقول له مفيش مشكلة، اعتبر خالص كأن القاعدة ما كتبناهاش ونستخدم عادي عملية الضرب.
مش انت بتقول عددان مترافقان يبقى بربع الاول؟ اه يا مستر، يبقى 3 9 ناقص مربع التاني اللي هي 4 ت تربيع، اللي هو التحليل فرق ما بين مربعين. طب ما هي ت تربيع قيمتها بسالب واحد، فسالب في سالب بقى موجب، بقت المسألة 9 زائد 4 بتساوي 13. هتلاحظ برضو انك وصلت لنفس الناتج اللي كنا قلنا عليه، اللي هو مربع الاول 9 زائد مربع الثاني اللي هي معامل الت اللي هي 4، فادانا برضو 13. وليك حرية الاختيار تستخدم الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. ضع على صورة أ زائد ب ت العدد 1 زائد 3 ت على 1 ناقص ت. عند القسمة بضرب في مرافق المقام. طب مين هنا مرافق المقام بتاعي؟ اللي هو 1 زائد ت. ما 1 ناقص ت المرافق بتاعي يبقى 1 زائد ت. تعالى بقى في البسط، هعمل خاصية التوزيع. 1 في 1 ده 1، 1 في ت يبقى ت، 3 ت في 1 يبقى 3 ت، 3 ت في ت يبقى موجب 3 ت تربيع. طب المقام يا مستر عددان مترافقان اهو مركبان، يلا مربع الاول 1 زائد كده كده المعامل بتاعتي هنا ت بواحد، يبقى لما اجي اربعه يبقى بواحد. طيب يلا نبسط اللي فوق. الت تربيع يا مستر قيمتها بسالب واحد، بقت المسألة واحد، انا همشي خطوة خطوة مش هجمع دلوقتي خالص. ت زائد 3 ت، والت تربيع بسالب واحد في 3 يبقى هنا سالب 3 على الاثنين، يبقى 1 زائد 1. طب بص كده معايا نجمع كده البسط. 1 ناقص 3 يبقى سالب 2، ت و3 ت يبقى 4 ت على الاثنين. طيب كده كأن المقام متوحد، او ان ناخد الاثنين عامل مشترك من فوق هي. لو اتعاملت على ان عامل مشترك هاخد من فوق الاثنين عامل مشترك، فيتفضل سالب واحد زائد 2 ت على الاثنين، فالاثنين راحت مع الاثنين يبقى سالب واحد زائد 2 ت. طيب عايز اخليها اللي هي كانها عامل مشترك وارجعها لاصلها، نقول له مفيش مشكله، كأن هنا سالب 2 على الاثنين زائد 4 ت على الاثنين، يبقى سالب 2 على الاثنين سالب واحد، و4 على الاثنين فيها الاثنين. يبقى انا كده برضو وصلتها لنفس الناتج او ابسط صورة عندي. شوف السؤال الثالث. انا عايز قيم س وصاد الحقيقية، بمعنى اصح هات لي الناتج ده في ابسط صورة في صورة أ زائد ب ت. طيب نمسك كده رقم واحد، 26 على 3 ناقص 2 ت، هضرب في المرافق يبقى 3 زائد 2 ت في البسط و3 زائد 2 ت في المقام. وانت في البسط بتضرب، ما دام في رقم سيب الرقم زي ما هو، ما توزعش دلوقتي خالص. طيب تعالى يلا المقام، مربع الاول 9 زائد مربع الت هنا اللي هي 4، يبقى المقام 13 وهنا 26، 3 زائد 2 ت. طيب ليه يا مستر بقى انت ما ضربتش؟ هقول لك دلوقتي لما اجي اختصر على ال 13 فيها الواحد على ال 13 فيها الاثنين، فلما اجي اوزع الاثنين بقت اسهل، بدل ما اخد ارجع تاني اخد عامل مشترك او ان انا اقسم كانه عامل، كان المقام متوحد. يبقى 2 في 3 يبقى 6 زائد 4. طيب يا مستر انا خلصت وعايز اتاكد دلوقتي من اجابتي انها مظبوطه. هقول لك دلوقتي طبعا هنا الاول س اللي هو العدد الحقيقي بالحقيقي يبقى 6، وصاد اللي هو التخيلي قيمته ب4. بص كده معايا، هاجي امسك الاله الحاسبه، طبعا عايز اتاكد من الاجابه بتاعتي، هضغط على زرار المود واختار كومبلكس رقم 2 واكتب المساله دي 26 في البسط على 3 ناقص 2 ت. طب الت هتتكتب ازاي يا مستر؟ بزرار انج، واضغط عليه هيتعمل لي هنا حرف الاي، حرف الاي هنا على الاله الحاسبه اللي هي الت، واضغط يساوي، طلعت 6 زائد 4 اي اللي هي 6
زائد 4. ده للتأكيد عشان لما يجي لك سؤال اختر ممكن تعملها مباشرة عليه. لكن طبعا بالنسبة لطلبة الأزهر بيجي لهم طبعا سؤال مقالي فلازم يحلها تفصيل. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. ايه ده يا مستر؟ ده 2 س ما مضروب. طب ما انا هقسم على دي الاول، يعني كأن انا عايز 20 على 3 زائد ت، وده بقى في طرف لوحده. هضرب في المرافق، يبقى 3 ناقص ت في البسط و3 ناقص ت زيها في المقام. يلا نوزع. قلنا ما دام رقم اسيبه زي ما هو. على مربع الاول 9، هنا مربعها 1، يبقى 20 3 ناقص ت و9 و1 يدينا 10. هختصر هلاقي الناتج هنا طالع ب2، يبقى 2 في 3 ب6 ناقص 2 ت. طيب تعال نشوف الحقيقي. الحقيقي هنا 2 س، يبقى 2 س ب6 تبقى س قيمتها ب3، وهنا سالب ص بتساوي سالب 2 يبقى ص قيمتها ب2. كده انا وصلت لابسط صوره. ممكن برضه اعملها بالاله الحاسبه زي ما احنا اتعودنا خلاص. 20 على 3 زائد الت، هلاقي 6 ناقص 2 اي او 2 ب. طبعا عشان ارجع الاله الحاسبه تاني اهو النمود واختار رقم 1 اللي هي. شوف السؤال اللي بعده. اوجد مجموعه حل كل من في كاف. خلي بالك بقى في كاف. هل انت عندك عددين حاصل ضربهم 25 مجموعهم 6؟ المساله غير قابله للتحليل يا مستر. هروح للقانون العام. س تساوي سالب ب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على الاتنين أ. طب بيانات هنا ايه؟ أ ب1 وب سالب 6 وج ب25. دي كده البيانات الأساسية اللي عندي. يلا نعوض. سالب ب يبقى سالب في سالب بموجب، يبقى هنا 6 موجب أو سالب جذر ب تربيع 36 ناقص 4 في أ في ج، يعني 4 في 1 في 25 يدينا 100 على 2 أ اللي هي 2. 6 موجب أو سالب جذر 36 ناقص 100 يبقى سالب 64 على الاتنين. طبعا لو كانت في ح، لو كانت دي ح كنا على الأول هنقول مجموعة الحل فاي أهو. لو كان في ح كنا هنقول مجموعة الحل فاي، لكن هو قايل لي في كاف يبقى لازم أكمل حل المسألة عادي خالص. 6 موجب أو سالب ايه اللي جذره 64 8 والسالب مكانها ت على الاتنين. لو انا خدت الاتنين عامل مشترك او ان انا اخدها كفصل هيبقى 6 على الاتنين فيها التلاتة و8 على الاتنين فيها الاربعة. يبقى انا عندي دلوقتي مجموعة الحل بتاعتي مرة 3 زائد 4 ت ومرة 3 ناقص 4. هلاحظ ان مجموعة الحل عددان مركبان مترافقان. مجموعة الحل عددان مركبان مترافقان. ده كان باستخدام القانون العام. وزي ما كنا قلنا في اول درس خالص ممكن نستخدم آلة الحاسبة في التحليل وهتطلع معايا بالإجابة دي. شوف السؤال الثاني. س تربيع ناقص 4 س زائد 13. نطلع بياناتنا. أ ب1 ب سالب 4 ج ب13. القانون العام س بيساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على الاتنين أ. سالب ب يبقى هنا 4
موجب أو سالب جذر ب تربيع يبقى 16 ناقص 4 في 1 في 13 على 2 ألف اللي هي 2. يبقى هنا 4 موجب أو سالب جذر 16 4 في 13 هيبقى أنا عندي هنا سالب 52 على الاتنين. 4 موجب أو سالب جذر، طبعا أنت ممكن تعمل دي كله على الآلة الحاسبة. 16 ناقص 52 هيدينا عندي هنا 36 طبعا بإشارة سالبة على الاتنين. يبقى جذر ال 36 هنقول يا مستر 6 والسالب هنحطها ت، يبقى 4 موجب أو سالب 6 ت على الاتنين. هقسم يبقى 2 موجب أو سالب 3 ت. يبقى أنا عندي هنا مجموعة الحل 2 زائد 3 ت و2 ناقص 3 ت عددان مركبان مترافقان. طبعا انت ممكن من الاول خالص تحط دي مباشره على الاله الحاسبه عشان تطلع الناتج بتاعها. بعض الالات الحاسبه هتطلع الت، وبعض الالات الحاسبه هتطلع لك ايرور اللي ما فيهاش خاصيه الاعداد التخيليه. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي اذا كان س بكذا وص بكذا اثبت انهم مترافقان. يبقى انا هتعامل كأن كل واحده مساله منفصله عن الثانيه، وبعد كده بيقول لي اوجد قيمه دي. طيب لو انا بصيت الاول على دي، يعني دي انها مربع كامل، يعني دي اصلها س زائد ص الكل تربيع. طيب نمسك كده واحده واحده. الاول السين 5 ناقص ت على 1 زائد ت اضرب في المرافق بتاع المقام. يلا نوزع البسط. 5 في 1 ب5، 5 في سالب ت يبقى سالب 5 ت، سالب ت في 1 سالب ت، سالب ت في سالب ت يبقى موجب ت تربيع. مربع الأول 1 زائد مربع معامل الت اللي هو برضه 1. الت تربيع يا مستر هشيلها واحط مكانها سالب 1، يبقى بقت 5 ناقص 1 4. سالب 5 ت وسالب ت يبقى سالب 6 ت على الاتنين. تبقى السين لما اجي اقسمها 2 ناقص 3 ت. لازم الصاد عشان يبقى مترافقان تطلع 2 زائد 3 ت. طب تعالى يلا نشوف. 9 زائد 7 ت على 3 ناقص ت نضرب في المرافق. نوزع 9 في 3 يبقى 27 زائد 9 ت زائد عفوا 21 ت زائد 7 ت تربيع على مربع الأول 9 زائد مربع الثاني 1. 27 هنا 7 ت تربيع ت تربيع بسالب، فدي بقت سالب 7 فدي بقت 20. 27 ناقص 7 9 زائد 21 هيدينا 30 ت. طب ما لما اجي ابسط واجي اقسم هلاقي الناتج طلع ب 2 زائد 3 ت. كده يبقى فعلا س وص عددان مترافقان. طب تعالى نشوف بقى س زائد ص تربيع. يبقى انا عندي هنا دلوقتي 2 ناقص 3 ت اللي هي السين زائد الصاد اللي هي 2 زائد 3 ت الكل تربيع. السالب 3 ت راحت مع ال 3 ت، يتفضل 2 و2 يبقى 4 الكل تربيع اللي هو الناتج بتاعها يساوي 16. مسألة بسيطة جدا ما فيهاش أي مشاكل غير إن أنا حليت المسألة مرتين عددان مترافقان. آخر سؤال معانا النهارده
اوجد مجموعة حل المعادلة س تكعيب ناقص 1 بيساوي 0 في ك. خلي بالك من دي، لأن الطالب هيقول يا مستر ما أنا متعود هقول س تكعيب بتساوي 1 يبقى س بتساوي 1، وعلى طول أقول مجموعة الحل بتساوي 1 يبقى المسألة كده خلصت. أقول له صح، بس لاحظ إن س تكعيب ناقص 1 ده كنا إحنا بنحلله فرق ما بين مكعبين، فكان قوس قابل للتحليل والقوس التاني غير قابل للتحليل. فلما كانت في ح كنا بنقول 1 ما بنستخدمش القوس التاني، لكن دلوقتي انا عايز في ك، يبقى هنا ما ينفعش احلها بالطريقه دي. امال هنحلها ازاي يا مستر؟ بالتحليل عادي. قوس صغير س ناقص 1، القوس الكبير س تربيع، اغير الاشاره بواحد موجب، س زائد 1 بيساوي 0. دي كده احنا عارفين خلاص ان مجموعة الحل بتاعها كده كده بواحد. طب القوس ده اصلا غير قابل للتحليل، يبقى ساعتها اقوم رايح مستخدم القانون العام. سالب ب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على الاتنين أ. سالب ب يبقى هنا سالب 1، ب تربيع يبقى 1 ناقص 4 في أ في ج، يعني 4 في 1 في 1 يبقى 4 على الاتنين سالب 1. موجب أو سالب هنا هيبقى سالب 3 على الاتنين. يا مستر التلاتة أصلا ملهاش جذر، بس هتشيلها السالب وأحط مكانه ت، يبقى سالب 1 موجب أو سالب جذر 3 ت على الاتنين. كده أنا عندي هنا حلين وهنا في حل، يبقى أنا كده عندي 3 حلول. يبقى مجموعة الحل عبارة عن الواحد وسالب 1 زائد جذر 3 ت على الاتنين وسالب 1 ناقص جذر 3 على الاتنين. كل ده عشان قال في كاف، يبقى لازم أكمل أحل القوس الأول وأحل القوس التاني. بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة. نلقاكم إن شاء الله في الدرس